السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب بريب 1 أهلا وسهلا بكم. رجعنا تاني مع ليسون 3 Applications on Proportion، والدرس ده عشان كان طويل واتفقنا قبل كده إن احنا هنقسمه بارتس. أخدنا منه البارت الأولاني المرة اللي فاتت اللي هو سكيل دروينج. النهارده بناخد البارت نمبر 2 اللي هو البروبورشنال ديفيجن، وعلشان ما نتوهش من بعض كتير لأن الدرس ده فيه أفكار شوية. هلخص لك الموضوع في حاجتين صغيرين. الحاجة الأولانية مسألة البروبورشنال ديفيجن هتحتوي على أي من الكلمات الآتية اللي هكتبها لك. لو لقيت في الستوري بتاعها مثلا كلمة distribute، تمام، لقيت كلمة divide، كلمة مثلا sum، total، perimeter of triangle، لقيت مثلا profit، اي حاجة من دول هتلاقيها على طول هنعمل للبارتس بتاعت الريشيو اللي موجودة هنعمل لها بلس. زي ايه مثلا؟ لما يجي يقول لي مثلا ريشيو زي دي 3:5 ولقيت اي كلمة من الكلمات اللي موجودة قدام منك في المسألة، على طول هتيجي رايح بعد الفايف وتعمل الاثنين دول بلس. 5 بلس 3 يبقى 8، اروح كاتب ال8 في اخر السطر. طيب لو انت لقيت 3 بارتس للريشيو، اهو يا مستر الريشيو ممكن تبقى between two quantities or more، فاحنا ممكن يكون عندنا comparing between 3 quantities، مثلا واحدة 4، واحدة 1، واحدة 9 مثلا، ولقيت كلمة من دول موجودة في الستوري بتاعتك أو في البروبلم بتاعتك، على طول تعالى في آخر السطر واعمل بلس 4 بلس 1 5، 5 بلس 9 equal 14. تمام. ده بالنسبة للفكرة الأولى في الدرس اللي هو إزاي نعمل بلس أو إمتى نعمل بلس للبارتس بتاعت الريشيو. النص الثاني في الدرس اللي هو لو لقيت نفس الكلمات مثلا divide بس معاها كلمة تانية، كلمة less than أو كلمة exceeds، أي حاجة من دول ممكن تلاقيها مع divide، يبقى على طول هنعمل للتو بارتس بتوعت الريشيو ماينس. طيب لو لقيت difference برضو نفس الكلام. لو لقيت more than مع divide، لو لقيت more than مع distribute، المهم يكون عندي كلمة من الأساسيين less than، exceeds، more than، difference. أي حاجة من دول هنعمل ماينس للبارتس بتاعت الريشيو. يعني مثلا لو عندي 5 to 3 ولقيت كلمة من دول موجودة في البروبلم بتاعي، هنعمل إيه؟ هناخد التو نمبرز دولت ونعمل لهم ماينس ونكتبه فين الإجابة؟ بعديهم في آخر السطر. يبقى 2 دي جت منين؟ لما عملنا ماينس ما بين ال5 وال3. طيب احتمال يكون عندك 3 بارتس للريشيو وفي كلمة من دول اللي هي less than أو exceeds أو difference، ساعتها هنعمل إيه؟ هيحدد لك الليس ذان دي ما بين مين ومين، لأن الماينس ما ينفعش نعمل ماينس لثلاث أشياء، بنعمل ماينس لشيئين بس مع بعض. فهو هيبقى مديلك ال3 بارتس، انت هتاخد 2 بارتس معينين هو هيقول لك عليهم ونعملهم ماينس ونكتبهم في اخر السطر. اتفقنا خلاص؟ ما تيجي نشوف مع بعض المسائل. هو ده اللي هيثبت الافكار عندك. يلا بينا يلا بينا يلا يا ولاد نشوف مع بعض المسائل السهله ان شاء الله اللي هتركز فيها وهتكون هو ده الخلاصه بتاعه الدرس. 4 5 مسائل حلوين نفهمهم كويس. بنطبق على كل فكرة كمان مسألة لوحدينا، إن شاء الله نبقى كده فهمنا الدرس. أول سؤال 360 باوند were distributed، يلا بقى نختار الكلمات اللي قلنا عليها. distributed between هاني and أحمد in the ratio of 7:5، يبقى الريشيو بتاعتك مكتوبة، الرقمين بتوعها مكتوبين 7 و5 وجايب لي كلمة distribute. what is the share of each one؟ اتفقنا خلاص؟ بيقول لي في مبلغ عايز يتوزع ما بين شخصين، هاني واحمد بالترتيب كده. هاني جه الاول، بعديه احمد، 7 جت الاول،
يبقى عند هاني، 5 جت الاخر يبقى عند احمد. احنا اتفقنا خلاص هنحط البارتس بتاعه الريشيو سوليوشن. ادي البارتس بتاعه الريشيو، هاني احمد. المره دي هنعمل بلس، وطبعا انت عارف ليه بلس، عشان كلمه ديستريبيوتد موجوده. يبقى ديستريبيوتد، يبقى ديفايدد، يبقى توتال او سم، يبقى ذا بريميتر، يبقى بروفيت. اي حاجه من دول على طول طالما مفيش ليس ذان، مور ذان، اكسيدز، ديفرنس، مفيش الحاجات دي، يبقى هنعمل البارتس بتاعت الريشيو بلس. عملنا بلس، 7 بلس 5 ايكوالز 12. خلاص خلصت. خد الفلوس اللي موجوده او الاريا اللي موجوده او السنتيمتر الموجود او اي حاجه موجوده، وحطها على طول تحت اخر رقم اللي هو 12. نكتب 360 تمام تحت ال 12، وعلى طول بنبدا نحط الاكس بتاعتنا الاموره دي اللي خدناها المره اللي فاتت تحت ال5، وبنعمل شرطه صغيره هنا وشرطه صغيره هنا. الله، ده بقت بروبورشن يا مستر، ده بقى كده زي البروبورشن بالظبط. امال عنوان الدرس ايه لازمته؟ ما هو كده ابلكيشن اون بروبورشن، يعني لازم نحول المسائل في الدرس ده الى بروبورشن ونحل المساله عادي. خلاص يا مستر، احنا عايزين مين؟ عايزين الاكس بتاعت مين دلوقتي؟ بتاعت ال5. هو ال5 ده يخص مين؟ يخص احمد، يبقى ممكن نكتب اكس او ممكن نكتب احمد. يلا على طول نخليها احمد. احمد ذا شير. هنعمل الشرطه الكبيره. مين اللي عكس الاكس؟ ال12 نحطها من تحت. الرقمين اللي جايين مع بعض نحطهم من فوق زي ما خدنا المره اللي فاتت ونحط ما بينهم باي. استخدم آلتك الحاسبه. يبقى الريزلت بتاعنا كام؟ 150 باوند. يبقى الولد احمد هيبقى معاه فلوس قد ايه؟ 150. على طول بسرعه كده ممكن نقول هاني ياخد قد ايه؟ يا مستر هي الفلوس كلها كانت قد ايه؟ 360. احمد اخد قد ايه؟ 150. يبقى ممكن نقول هاني 350 ماينس فلوس احمد 150، يبقى الريزلت 200. مستر انا مش عارف الطريقه دي. خلاص يا مستر، طالما مش عارف الطريقه دي حضرتك هتمسح الاكس اهو وتكتب مكانها الرقم اللي خده مين؟ احمد 150. وعلى طول بنعمل ايه؟ بنعمل شرطه تحت ال7 وبنكتب اكس. الاكس دي جايه مع مين المره دي؟ مع ال7، وال7 دي بتاعت مين؟ بتاعت هاني. يبقى احنا هنحسب نصيب مين؟ نصيب هاني. تمام. ايكوال ادي الشرطه الكبيره. ادي مين اللي عكس الاكس المره دي؟ ال5 خليها من تحت. تمام تمام. ال5 وال7 ال 150 ادي 7 باي 150 هنعملهم بالكالكليتور. 7 باي 150 اوفر ال5. الريزلت بتاعنا هيكون 210 عشان الفلوس كلها كانت 360. لو نقصنا منهم 150 يتبقى عندي 210. هاني هياخد 210، احمد هياخد 150. لو جمعنا الفلوس مع بعضها تاني هتطلع معانا 360. السؤال الثاني بيقول the ratio between two numbers. يبقى جاب لي الريشيو الاول اهو 2 و5. على طول نكتب 2 نقطتين 5. if the smaller number is 48. دور بقى كده على اي كلمه من اللي قلناهم النهارده. مفيش، لا في distributed ولا divide ولا total ولا sum ولا less than ولا. يبقى المساله دي عاديه جدا، موجود زيها كتير في سنه 6. بيقول لي السمولر نمبر. هو مين اللي سمولر عندك في البارتس بتاعت الريشيو؟ 2 هي اللي سمولر ذان 5. يبقى ال 48 دي تخص مين؟ تخص ال 2. يبقى اجي تحت ال 2 واكتب 48 ونعمل الشرطه بتاعتنا. ومحتاجين ال5 تحتها كام؟ هكتب اكس بروبورشن يا مستر، وبنكتب الاكس ايكوال. هو الاكس ده مع مين؟ مع ال5، وال5 هي الكبيره. يبقى ممكن نقول اكس او ممكن نقول ذا جريتست. يا اما نقول اكس يا اما نقول ذا جريتست. الشرطه بتاعتنا الاكس راح لمين؟ 2، يبقى 2 تحت. بقيه الارقام اللي هي باقيه عندي ال 48 وال5 هنعمل لهم باي بالكالكوليتور على طول. يبقى انا عندي الانسر 120 باوند او 120، لان هو المره دي بيقول لي 2 نمبرز مش فلوس.
يبقى الريزلت بتاعت البيج نمبر هيبقى 120. واحد تاني يقول يا مستر بص معايا كده، هي 2 معاها كام دلوقتي؟ معاها 48، تحت منها 48. هي 2 ممكن توصل لحد ال 48 باي كام؟ باي 24. يبقى زي ما عملنا في 2 باي 24، ال 5 كمان هتغير منها وهتعمل نفسها باي 24، برضه هتطلع معاك 120 نفس الحاجه. تمام. نمبر 3 السؤال بيقول a piece of land is divided، الله divide اهي موجوده between two persons in the ratio 5 to 7. If the share of the second person exceeds، يبقى divide ومعاه exceeds، يبقى اتفقنا ان احنا هنعمل للبارتس بتاعه الريشيو هنعمل لها ايه؟ ماينس. تمام. يبقى اول حاجه هنكتب البارتس بتاعه الريشيو 5 to 7. خلاص طالما في ديفايد معاها اكسيدز او ديفايد معاها مور ذان او ديفايد معاها ليس ذان، هنعمل ماينس للبارتس بتاعت الريشيو. طب لما نيجي نعمل ماينس، نعمل الصغير ماينس الكبير ولا الكبير ماينس الصغير؟ الكبير ماينس الصغير، يبقى هيتبقى قد ايه عندي؟ 2. تمام. في نمبر جاي لي يا اما اريا زي ما انت شايف، يا اما فلوس، يا اما اي حاجه، المهم ان النمبر ده هيجي مع مين؟ مع الاكسيدز اللي هي الماينس. يبقى هنيجي في اخر رقم ونكتب 80. يبقى تاني ليه حطينا ال 80 مع 2؟ عشان ال 80 هي الاكسيدز ما بين التو بيسز اوف لاند، هو الديفرنس ما بينهم. يبقى نحط ال 80 مع اخر رقم او تحت اخر رقم. الشرطه بتاعتنا ايه؟ تحت ال 7 هنعمل شرطه ونكتب اكس، يبقى الاكس ديت بتدل على الكبير والاكس الجديده هتدل على الصغير. يلا بينا نحل الاكس بتاعت الكبير. الاكس بتاعت الكبير equals شرطة كبيرة من اللي عكسها 2 تنزل من تحت، واللي فوق 80 و7 مع بعض من فوق. الكالكوليتور على طول equals 280. يبقى 80 by 7 over 2، 80 by 7 over 2 equals 280 سكوير متر، او ممكن اكتب ام عليها 2. خلاص جبناها. ممكن نجيب الاكس بتاعت ال5 ازاي؟ احنا خلاص جبنا الاكس دي، ممكن بنمسحها كده وبنكتب تحت منها ايه الرقم اللي احنا جبناه اللي هو 280، ونعمل الشرطه بتاعتنا وبنكتب الاكس هنا. الاكس الجديده بقى اللي هي بتاعت الصغيره شرطه كبيره، وهنا 7 تبقى من تحت، وال5 باي 280 من فوق، او ممكن نقول على طول 5 باي 280 over 7، او ممكن نقول ال2 بقت 80 اتضربت في 40، يبقى ال5 هي كمان هتتضرب في 40. 5 باي 40 equal 200 متر سكوير. تمام يا اولاد؟ تمام. المسألة الرابعة بيقول لي a man wants to divide، جاب لي ديفايد، وندور اهم حاجه عندي على البارتس بتاعت الريشيو اللي موجوده. المره دي جايب لي 3 بارتس، ما تقلقش خالص هنتصرف معاها برضو. هنكتب اول حاجه البارتس بتاعت الريشيو بالشكل دوت. نتفق على حاجه، هو عايز يعمل ماينس ولا بلس؟ مفيش غير ديفايد، يبقى ده بلس على طول. على طول هنحط نقطتين في الاخر ونعمل كل دول بلس، كلهم التلاتة هنعمل لهم بلس. 1 بلس 2 equals 3، 3 بلس 5 equals 8، يبقى نحط ال 8 في النهاية خالص. طيب ايه الرقم اللي موجود عندي سواء كان فلوس او متر سكوير او متر او سنتيمتر او اي حاجة من دول؟ هنكتبها مع اخر رقم اللي هو ال 80 او ال 8، وبنكتب الشرطة بتاعتنا وبنكتب تحت ال 5 شرطة ونحط اكس. ممكن دي سهله يا مستر على طول. ال 8 بقت 8000 اتضربت في كام؟ اتعملت باي كام؟ اتعملت باي 1000. يبقى ال 5 هنعملها باي 1000 يبقى ايكوال 5000. طب هو هنا عايز ايه؟ عايز الشير بتاعت كل واحده. يبقى دي هنسميها فيرست، ودي هنسميها سكند، ودي هنسميها ثيرد. الفيرست بارت 1 باي 1000 1000. السكند بارت
اللي هو 2 زي ما ال 8 اتضربت في 1000 ال 2 هتتعمل باي 1000 ايكوال 2000 زي ال 8 ما اتعملت باي 1000 ال 5 هتتعمل باي 1000 يبقى السرد بتاعي هيبقى 5000 باوند. وبكده يبقى خلصنا الاكسرسايز نمبر 3 و 4. الاكسرسايز اللي بعده المسألة نمبر 5 بيقول لي a sum of money كمية من المال مثلا. a sum هنا مش معناه بلس ولا حاجة، اللي معناه بلس في مسألتنا دي ان شاء الله هيبقى واضح اكتر. خد بالك هو مش فارق معايا بقى يجيب sum يجيب divide يجيب توتال يجيب اي حاجة طالما في exceeds يبقى المسألة دي ماينس مش بلس. هنكتب البارتس بتاعت الريشيو 4 2 2 2 1. المسألة ديت ماينس، بس اتفقنا لما يكون عندك 3 بارتس الماينس ما ينفعش الا ما بين حاجتين بس. هو قايلهم لك بس واحدة واحدة. exceeds مين عن مين؟ the share of the first، يبقى اللي قبل كلمة exceeds first واللي بعد exceeds third. يبقى انا هاخد الفيرست اللي هو ده وهاخد الثيرد اللي هو ده وهعمل لهم ماينس هما الاثنين بس. 4 minus 1 equals كام؟ 3. يبقى الديفرنس بتاع التو بارتس الاول والاخير بنقال لك ان انت تعمل الاول والاخير. هو قايل فيرست exceeds وجاب لك ثيرد، يبقى فيرست ثيرد 4 minus 1 3. الرقم بتاع الفلوس عندي هو 900 باوند. هنكتبه تحت اخر رقم وصلنا له ونعمل الشرطه بتاعتنا ونكتب الاكس. مستر سهله. ال 3 بقت 900 اتضربت في كام؟ اتضربت باي 300. سهله. يبقى ال 3 عشان تروح لل 900 اتعملت باي 300. يبقى ال 1 هيبقى باي 300، يبقى ال 2 هيبقى باي 300، يبقى كمان ال 4 هيبقى باي 300. طب هو عايز مين يا شباب؟ الشير اوف each one. the share of each of them. يبقى عايز الاول وعايز التاني وعايز التالت. first second third. first 4 باي كام؟ احنا قلنا كل واحده عشان تنزل لتحت لازم تشوف صاحبتها اللي هي 3 اتعملت باي كام عشان نعمل زيها. اتعملت باي 300 يبقى 4 باي 300، 2 باي 300، 1 باي 300. طلع الانسرز بالكالكوليتور. 1 2 دبل 0 6 دبل 0 3 دبل 0. ادي الحل بتاع المسألة علشان كان فيها اكسيدز، وطالما فيها اكسيدز ايا كان بقى معاها شير معاها صم معاها توتال ما تفرقش معايا في اي حاجة. اهم حاجة عندي اكسيدز موجودة، للزان موجودة، اي حاجة من دول للزان اكسيدز ديفرنس يبقى لازم اجي في اخر الريشيو واحط رقم جديد اللي هو رقم الماينس، ورقم الماينس ده لازم يكون ما بين 2 بس مش 3. اخر مسألة في درس النهاردة جايب لك مسألتين لطاف كده في التشوز. بيقول لي the ratio between the length of sides in a triangle is 3 to 4 to 5. كلام جميل. if its perimeter، الله الكلمة دي عدت عليها من شوية، اللي لما الاقيها في مسألة البروبورشنال ديفيجن لازم اعمل بلس للبارتس بتاعة الريشيو. the perimeter is 36. then what is the length of the longest side؟ يبقى هو مش عايز كل سايد، هو عايز واحد بس اللي هو اللونجست 1. هنعمل ايه؟ هنكتب الارقام بتاعتنا 3 جنبها 4 جنبها 5 ونشوف هنعمل بلس ولا ماينس. مستر البريميتر دي يبقى احنا هنجمع كل النمبرز، خاصة ان هي بريميتر مع تراينجل. لان ايه هو البريميتر بتاع التراينجل؟ the sum of its side lengths. لكن لو في ريكتانجل دي حاجة تانية، مش عايزين نوسع الدنيا عشان تخليك مركز في حاجة واحدة. البريميتر اوف تراينجل يعني هنعمل بلس للأول سايدز بتوعه، او هنعمل بلس للريشيوز بتاعتنا او البارتس بتاعت الريشيو. 3 بلس 4 7 7 بلس 5 ايكوالز 12. خلاص عملنا بلس لكل البارتس بتاعت الريشيو، فاضل حاجة واحدة صغيرة. الرقم بتاع السنتيمتر ده هنكتبه فين؟ زي ما اتعودنا في تحت اخر رقم وصلنا له.
اللي هو 12 شرطه 12 تحتيها 36. انت عايز مين؟ اللونجست. هو اكبر رقم في الريشيو هو مين؟ ال5. يبقى انت عايز الرقم اللي هيتغير ال5 يطلع للرقم الجديد اللي هو الاكس. ال5 لما تتغير هتطلع كام؟ هنشوف دلوقتي. هي ال12 اتغيرت بقت كام؟ بقت 36. اتعملت باي كام؟ اتعملت باي 3. 12 باي 3 ايكوال 36. يبقى ال5 هي كمان عشان توصل لحد تحت هنعمل 5 باي 3 و5 باي 3 ايكوالز كام؟ 15 سنتيمتر. يبقى what is the length of the longest side is 15. برافو عليك. اخر حاجه في الدرس بيقول لي if وكتب لي حرفين A و B يعني رقمين وجايبهم لي برضو بالديجيتس 3 to 7. يبقى عندي رقمين الريشيو بتاعتهم 3 to 7. وجاب لي كلمه او حاجه جديده ما قالهاش قبل كده بس احنا خدناها كلام. خدنا ديفايد يعني بلس، خدنا ديستريبيوت يعني بلس، بريميتر يعني بلس، توتال وسم يعني بلس، بروفيت يعني بلس. كل الاشياء دي معناها بلس. هو جايبها لك بالرمز المره دي، جايبها لك بلس على طول. يبقى انا هكتب 3 to 7 واروح جامع الاثنين مع بعض بلس وحاطط الريزلت هنا. يبقى الصم بتاعنا كام؟ 10. الرقم اللي جايبه لي بقى كام مع الصم؟ 40. يبقى انا اجي مع تحت اخر رقم واكتب 40. هو عايز مين؟ عايز الاثنين، عايز البي بكام وعايز الاي بكام. وبعد ما تجيبهم هما الاثنين اعملوا ماينس من بعض. يبقى احنا في شغلانه بس ايه تطول معانا شويه. هنجيب الرقم بي بكام والرقم الاي كام ونعمل الاثنين ماينس. يلا مع بعض. ال4 بقت 10 او ال10 بقت 40. يبقى باي كام؟ باي 4. يبقى انا هعمل 7 باي 4 28. تمام. يبقى هنا 28. وكمان ال 3 باي 4 برضو 12. يبقى هنا 12. كده خلاص جبنا الاي ب 12، جبنا البي ب 28. هو عايز الماينس بتاع البي وبعد كده الاي. ادي البي 28 ماينس وادي الاي 12. 28 ماينس 12 ايكوالز 16. يا ترى ال 16 موجوده في التشويسز ولا مش موجوده؟ موجوده. يبقى هي الحمد لله الاجابه موجوده وصح ان شاء الله. 28 ماينس 12 ايكوال 16. وبكده يبقى خلصنا الدرس. فاضل بس حاجه صغيره اقول لك كل مره ان شاء الله انزل لك البي دي اف بتاع شرح الحصه بمنتهى البساطه. عايز اقول لك ان هي بالعاميه عشان تفهمها. فاضل بس تعمل لها داونلود وتحلها تاني لوحدك او تراجعها تاني لوحدك. بعد كده تعمل سبسكرايب للفيديو وتعمل لنا اللايك الجميل بتاعك والشير. لو مش مشترك في القناه بتاعتنا اشترك عشان يوصل لاكبر عدد من زمايلك. فاضل بقى ان شاء الله هنعمل ريفيجن لكل درسين مع بعض. وفي نهايه كل اسبوع بدايه الدراسه ان شاء الله هننزل اكسرسايزز لحل كل الاكسرسايز بتاعه كتاب اللي انت بتشتغل منه ايا كان. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم مستر ممدوح. اتمنى لكم كل التوفيق وباي باي.